عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ النهاردة شرح الوحدة الثامنة في مادة البرمجة للطلبة الصف الأول الثانوي. هنبسط كل حاجة، وهي طبعا الوحدة بتتكلم عن الشبكات وإزاي الأجهزة بتتكلم مع بعضها، وإزاي البيانات بتنتقل. زي دلوقتي مثلا أنت بتتفرج على الفيديو ده إزاي؟ انت يا اما جالك رابط الفيديو، او حد بعتهولك، او بحثت عن اليوتيوب واليوتيوب جابهولك. طب ازاي البيانات دي رايحة جاية كده؟ اكيد في محطات بتمشي فيها وشبكات بتمشي فيها. فان شاء الله هنعرف في الوحدة دي ازاي الاجهزة كلها بتتكلم مع بعض، وازاي كل جهاز ليه عنوان زي عنوان بيتك بالظبط، وازاي تقدر ان انت تنقل البيانات من اي مكان لاي مكان في العالم كله في ثواني معدودة. فيلا بينا. هنبدأ دلوقتي هنقسم كده الوحدة، هما 5 دروس. أول حاجة هنعرف أنواع الشبكات ويعني إيه شبكات، والبنية التحتية ليها. تمام. تاني حاجة العناوين الاي بي والدي ان اس، وازاي كل جهاز ليه عنوان مخصص ليه هو وفريد ليه هو بس. تالت حاجة البروتوكول، ازاي القوانين اللي بتحمي الأجهزة بتوضح ان كل جهاز ليه اي بي معين ليه داخل الشبكة وخارج الشبكة برضه. رابع حاجة الابليكيشن والويب سايت والايميل، ازاي بتتكون وتقدر ان انت تفهم اي رابط. خامس حاجة وهي الرياضة، وازاي تحسب سرعة نقل البيانات بين البرامج والويب وبين البروتوكول وبين الاي بي، وازاي البيانات بتمشي في الشبكة. بس في حاجة مهمة، انت لازم تربط كل حاجة ببعض، ولازم تجيبها بالترتيب. يعني لازم تعدي على كل محطة الأول قبل ما تروح عند التاني. دلوقتي بقى نبدأ مع أول درس. يعني إيه اي اس بي؟ اي اس بي يعني مزود الخدمة بتاعك. هو ده اللي بيديك التذكرة إن أنت تدخل على الإنترنت العالمي كله. طب زي إيه؟ زي وي، زي فودافون، زي أورنج، زي اتصالات. مزودات الخدمة اللي أنت بتدفع لها فلوس كل شهر. طب انا مش عاوز اتقل عليك في ازاي طيب الشركات دي بتجيب الانترنت اصلا. ده مش موضوعنا حاليا، دلوقتي بنراجع. فافهم بس ان الاي اس بي هو مزود الخدمة بتاعك. في طبعا نوعين من الشبكات، في انواع تانية من الشبكات ان شاء الله اوضحها لك بعد ما اشرح دول. بس خلينا في الاساس الاول. اول حاجة اللان دي شبكة محلية، لوكال اريا، نطاق محدود، زي بيتك او الشركه بتاعتك، الاجهزه اللي انت موصلها ببعض. لو الشركه بتاعتك مثلا فيها 10 اجهزه وعاوز توصل الاجهزه دي كلهم ببعض، فبتستخدم حاجه اسمها هاب او سيرفر. فده كله تحت نطاق اللان. اللان نطاق محدد انت بتقدر تستخدمه وتتحكم فيه وتتحكم في عدد الاجهزه اللي موجوده كلها. يا اما توصل الاجهزه دي واير يعني بالاسلاك، يعني تاخد سلك من الجهاز ده وتوصله في الجهاز التاني. يا اما وايرلس، يبقى عن طريق الواي فاي مثلا، ترفعهم كلهم على سيرفر وهم يبقى متوصلين مع بعض. دي اللان. تاني حاجه الوان، دي بقى الشبكه الواسعه. دي مثلا بتربط مدينه مع بعض، دول مع بعض. الانترنت هو مجموعه من الوان. يعني وان مصر مثلا مع وان الإمارات مع وان السعودية مع وان فلسطين، كلهم مربوطين ببعض. وكده أنت عملت شبكة إنترنت. ودي طبعا يعني أكبر من اللان. وفي حاجات تاني اسمها مان، برضو شبكة إنترنت. فأصغر حاجة اللان وأكبر حاجة الوان. نيجي بقى لجزء مهم وهو أجهزة الربط. هنتكلم الأول على الهب. الهب ده هو المحول، زي وصلة الكهرباء كده، انت بتوصل فيه كل الأجهزة. هو مش بيفهم، يعني مثلا لو هو عنده رسالة، الهب عاوز يوصلها لجهاز معين، ده مش موجود. ده بتوصل للأجهزة كلها مع بعض. يعني هو مش بيميز أنهي جهاز، كلهم بيوصلوا. ندخل بقى على الراوتر، وده ذكي، وده اللي موجود عندك في البيت، اللي الشبكة بتاع الإنترنت أو الشركة بتاع الإنترنت بتديهولك. ده وظيفته إن هو يوجه البيانات بين الشبكات المختلفة.
يعني اول ما تفتح موقع هو بيعرف الموقع ده بتاع ايه، وانت لما تكتب في السيرش بتاع البحث عن اي حاجة، فهو بيروح يطلب من الموقع ده ان هو يروح للسيرفر او الخوادم، ويجيب منها البيانات ويرجعها لك تاني، يرجعها للجهاز بتاعك اللي انت طلبت منه بناء على الاي بي. زي ما قلنا كل جهاز له اي بي بيميزه. طب السيرفر بقى وهو الخادم، ده اللي بيقدم لك الخدمة، وده جهاز قوي وبيبقى موجود في الشركات الكبيرة، وشركات زي جوجل ومايكروسوفت عندها سيرفرات ضخمة جدا قد مدن كاملة. وده بيحفظ الملفات عنده، وخاص بالأوامر الكبيرة والبروكسي سيرفر. والبروكسي ده اللي هو الوسيط بينك وبين الإنترنت، أو الوسيط بينك وبين السيرفر، وسيط بين الشركات وبين السيرفر عشان يقدر يفهم ويحول البروتوكول والاي بي، بيحولها بواسطة الدي ان اس، هناخده كمان شوية، ويقدر ان هو يفهمه بشكل بسيط يعني. دلوقتي في انماط الاستخدام او انماط انبعاث البيانات بين الاجهزة المختلفة. في بير تو بير، وفي كلاينت سيرفر. كلاينت سيرفر ده اكنك قاعد في مطعم وبتطلب من الخادم ان هو يجيب لك اكل معين، يعني انت بتطلب من حد بيخدمك. لكن البير تو بير ده اكنكم مثلا مش موجود فيه سيرفر، فبالتالي هو كده يعني مش ذكي. او انت لو عاوز حاجه مفيش خادم يخدمك، انتوا بتخدموا بعض. الشبكه الاجهزه اللي مربوطه ببعض هي اللي بتخدم بعض مش الشبكات. وده خليك يعني فاهم الفرق بين الاتنين. هنا في خادم بيخدم عليك، هنا انتوا بتخدموا على بعض بنفسكم. دلوقتي في سؤال مهم جدا: ازاي البيانات دي اصلا بتتحرك؟ ازاي بتتنقل بين الجهاز بتاعك وبين الراوتر وبين السيرفر؟ الطريقة الأولى وهي تبديل الدوائر. تبديل الدوائر ده مثلا آه، أنت بتحجز الخط كله ليك أو الطريق كله ليك. يعني مثلا أنت في القاهرة وعاوز تروح اسكندرية، فبتحجز الطريق كله ليك. طبعا ليه مزايا وليه عيوب. المزايا إن أنت تبقى مرتاح في المشي، والطريق مخصص ليك رايح جاي على طول بتاعك أنت بس، فكده مفيش زحمة، الدنيا سالكة قدامك، والاتصال كده هيبقى مستقر جدا. العيوب ان في الاف الناس عاوزه تروح الاسكندريه، وانت حاجز الطريق بتاعك، ازاي هتروح بقى؟ فده بيعمل مشاكل كتير في الشبكه، وبيعمل زحمه، وده ما ينفعش طبعا، وده تقريبا مش مستخدم دلوقتي خالص. هنا بقى الطريقه التانية وهي تبديل الحزم، الباكد سويتشنج. الفكره بقى ان انت لو عايز تبعت حاجه، فهي بتتقسم لحزم صغيره، أجزاء صغيرة، كل جزء منها بيمشي في طريق مختلف. فكده بيتعامل مع الزحمة يعني بشكل أحرف شوية، يبقى مفيش تداخل، أنت مش هتحتكر الطريق لوحدك. العيب بقى اللي موجود إن ممكن واحدة من الباكت اللي أنت بعتهم دول تتأخر شوية، ممكن تضيع، واللي هو ده ممكن يسبب شوية من الزحام، لكن مش بنفس الطريقة دي طبعا. فده اللي بيستخدم بكثرة دلوقتي. يعني كده احفظ ان في طريقتين: طريقة انت بتحجز الطريق كله ليك وتعرف المزايا بتاعتها والعيوب، وطريقة تانية انت مش بتحجز الطريق ولا حاجة، انت بتقسم الحاجة اللي انت عاوز تبعتها لباكت او حزم صغيرة وتبعتها من طرق مختلفة، وكل حاجة لها مزايا ولها عيوب. ودلوقتي هنتكلم على الاي بي. دلوقتي سؤال: لو انت بتكلم صاحبك على التليفون بتكلمه ازاي؟ بتدور على اسمه في جهات الاتصال وبتتصل عليه. طيب التليفون نفسه مش بيفهم اسم، التليفون بيفهم الأرقام. نفس الفكرة بالظبط في الشبكات، كل جهاز على الشبكة ليه عنوان رقمي اسمه اي بي ادرس. الجيل الرابع بتاع الاي بي ادرس كان 32 بت، يعني 4 أرقام، كل رقم منهم في نطاق من 0 ل 255. زي مثلا اللي قدامك ده 192 ده داخل النطاق، 168 داخل النطاق، 3 داخل النطاق، 1 داخل النطاق. تمام.
لكن بس في مشكلة مع التطور والتكنولوجي اللي موجود ده كله الرهيب والأجهزة الكتير جدا ده. فالجيل الرابع كان 4 أرقام بس، 32 بت، فده مش هينفع. احنا عاوزين أجهزة أكتر، عاوزين أي بي أكتر. فانتقلوا للجيل السادس بقى 128 بت. بقى في عناوين كتيرة جدا، أضعاف اللي كانت موجودة. ودلوقتي هنفرق بين في الاي بي، في اي بي جلوبال، وفي اي بي لوكال او برايفت. الاي بي الجلوبال ده عنوانك على الانترنت، كل الانترنت بيشوفه، اي حد يقدر يوصل له، اي جهاز يقدر ان هو يوصل له ويعرف ان الاي بي ده بتاعك. ده الجلوبال. البرايفت او الخاص ده عنوانك جوه الشبكة بتاعتك. يعني كل جهاز دلوقتي ليه اي بي جلوبال واي بي برايفت. الجلوبال ده اللي هو بيطلع بيه على الانترنت الخارجي كله. لكن في شبكات وفي انظمه مش بتطلع على الانترنت، فبالتالي بتتعامل باي بي برايفت. ده بيبقى جوه الشبكه بتاعتك بس، خاص بيك انت بس. يا رب يكون قدرت ان انا اوصله لك. والاي بي ده، طب هو الاي بي ده عرفنا بالنسبه للاجهزه. طب وبالنسبه للمواقع، كل موقع برضو بيتعامل معامله الجهاز بالظبط، ليه اي بي معين. ليه؟ طب بس في مشكله. انت مثلا ده الاي بي بتاع جوجل مثلا، ماشي. انت كل ما تحتاج جوجل هتدخل تكتب الاي بي ده؟ مستحيل طبعا. ماشي، ولو حفظت انت بتاع جوجل حفظته ماشي وهتدخله. طب بتاع يوتيوب، بتاع فيسبوك، بتاع واتساب مثلا، مش هتحفظ ده كله. ففي حاجة بقى اسمها الدي ان اس، وهي الدي ان اس سيرفر. ودي اللي بتحول الاي بي بتاعك لاسم الموقع اللي انت عاوزه، بتوديه للسيرفر، والسيرفر بيتصل بيه وبيقدر ان هو يجيب المعلومات بتاعتك ويفهم انت عاوز ايه بالظبط، ويرجع لك النتائج تاني. تمام. يعني الدي ان اس ده هو اللي بيحول عنوان الاي بي لاسم الموقع الحقيقي، سواء يوتيوب او جوجل. رب يكون وصلت لك الزتونة. حماية للاي بي بتاع الاجهزة وعناوينها والبيانات المبعوثة كلها في نظام باكيتات، علشان يبقى في نظام يحمي الحاجات دي والداتا وهي معدية. ففي حاجة اسمها communication protocol، بروتوكولات الاتصال، زي الاي بي والتي سي بي واليو دي بي. دي كلها عبارة عن مجموعة من القوانين المحطوطة عشان تحفظ الداتا وهي ماشية. دلوقتي اسمهم مثلا نسميهم حراس المرور. انت لما بتبعت بيانات فهي تتنقل الأول عبر الطبقة، أول واحدة وهي النتورك انترفيس. بعد كده تنتقل لطبقة الإنترنت على الشبكة. بعد كده تبدأ إن هي تتحمل وتبقى تمشي في الطريق، داتا ترانسفور. وبعد كده تنتقل للابليكيشن اللي انت عاوزه، او الابليكيشن اللي هيقوم بعملية المعالجة بتاع البيانات دي. هنبدأ في أول طبقة اللي هي النتورك انترفيس. دي الطبقة المسؤولة عن الاتصال الفيزيائي الفعلي، اللي هي الكابلات اللي ماشية تحت الأرض، اللي الكابلات اللي جاية لحد الراوتر بتاعك. الطبقة دي هي اللي مسؤولة عنه. تمام. وفيها حاجة زي الإيثرنت. وخليك عارف الفرق بين الإيثرنت، ده مثال على الاتصال المادي، وبين الإنترنت، دي طبقة لوحديها اسمها الإنترنت. وطبقة الإنترنت مسؤولة عن إن هي تدي الأي بي للباكيتات اللي طالعة، والداتا دي تديها أي بي وتحدد المسار بتاعها، اللي بيقول البيانات دي هتروح فين بالظبط. والبروتوكول الأساسي اسمه الأي بي بتاع طبقة الإنترنت. نيجي على الطبقة التانية، ترانسبورت. ده الحارس الثالث، وده أهمهم، عشان فيه التي سي بي. التي سي بي بيعمل إيه؟ لو حزمة ضاعت من الباكيتات اللي انت باعتها، ده بيدور عليها ويرجعها تاني قبل ما تطلع لطبقة
الابليكيشن. يعني عشان البيانات تطلع لطبقة الابليكيشن لازم البيانات كلها تبقى سليمة. اللي بيخليها سليمة وكاملة وهو التي سي بي، وبيرتبها قبل كمان ما يطلعها للطبقة اللي بعديها. وده اليو دي بي. اليو دي بي ده بيبقى خاص بالفيديو والصوت والصورة. لو في مثلا حد جيمر فسمع عن الاستريم، فهو ده اللي بقى مختص اليو دي بي وبقى موجود في كروت الشاشة، علشان لو في فريم وقع من الفيديو. الفيديو عبارة عن فريمات، فلو في فريم يقدر ان هو يعوضه من غير ما يوقف الفيديو. طالما في فيديو بس مباشر شغال او ستريم فهو ما ينفعش يقف. فاللي بيقوم بالمهمة دي حاجة اسمها اليو دي بي. خليك فاهمها عشان بتيجي كتير في الامتحانات. نيجي للحارس الرابع وهو الابليكيشن. ده اللي انت بتشوفه بقى. يعني هو ده مثلا المتصفح زي جوجل، ويبقى شغال ببروتوكولات اسمها ال HTTP. هندرسها دلوقتي في ال URL. ال HTTPS ويبقى محمي بطبقة ال S. ال S ده معناه ان هو محمي. دلوقتي آه، آلية الاتصال بالبيانات على الإنترنت كالتالي. أول حاجة البيانات بتتقسم لحزم اللي هي الباكت. بعد كده بيتحط لها عناوين اي بي ادرس وهيدر عشان تبقى تفرق بين المرسل والراسل. كل حزمة كده من بتاعة البيانات. تالت حاجة بيتحدد لها المسار اللي هتمشي فيه، وده حاجة اسمها روتنج اللي هو التوجيه. وده بيبقى في الطبقة بتاع الإنترنت. بعد كده بتطلع باكت في الطريق المحدد ليها، باكيتات باكيتات. والتي سي بي بيتأكد ان هي صح، وبعد كده بيطلعها على الابليكيشن عشان يعالجها ويعرضها ليك. ننتقل لليو ار ال. دلوقتي انت كل يوم بتكتب عناوين وتبعت رابط وتستلم رابط من حد، وبتدوس عليه بيوجهك لفيديو مثلا، او لفيديو تيك توك، او موقع تشتري من عليه، او اي حاجة تشوفها. انت فكرت في يوم هو ارقام كده مرصوصة ورا بعض وخلاص وحروف؟ اكيد لا. اكيد كل حاجة لها حاجة. اول حاجة ال HTTPS، وده بروتوكول طريقة التواصل. وغالبا طريقة التواصل كلها في العالم بال HTTP عشان كلها تقدر تفهم بعض وتتواصل بسرعة. تاني حاجة ال W، وده الهوست. الهوست ده يعني انت على شبكة الويب كده، خلاص انت على الانترنت. لو مش على الانترنت ممكن تفتح مثلا PDF على الكمبيوتر، فالجزء ده بتاع الهوست بيبقى مش موجود علشان انت مش على الانترنت، انت فاتح PDF بس. نيجي لاسم المؤسسة بتبقى بعد الهوست، وده مثلا بيحدد نوع المؤسسة، هي حكومي هي ونوع المؤسسة اللي بعده. هنا الاسم وهنا النوع. جو ده حكومي، وبعد كده اسم الدولة زي مثلا موجود هنا اليابان، وبعد كده اسم الملف index، وبعد كده HTML دي اللغة اللي اتبنت بيها صفحة الويب. دلوقتي لما انت بتعوز مثلا فيديو معين او تدخل على متصفح معين، فانت اول حاجة بتكتبها هو اسم الموقع. طب اسم الموقع ده شبكة الانترنت والسيرفرات مش عارفاه. فزي ما قلنا ال DNS بيحول الاسم اللي انت كتبته مثلا جوجل، بيحوله للاي بي اللي هي الارقام والحروف اللي احنا عرفناها مع بعض. بعد كده بيروح للسيرفر يدور عليها، فالسيرفر عارف الاي بي وموجود عنده في مكان معين محفوظ، فبيجيب الداتا منه ويرجع لك تاني بالداتا. ودلوقتي هنفكفك الايميل ده مع بعض. يعني كل حد لما بيجي يستخدم موبايل لأول مرة فبيقول له انشئ حساب، والحساب ده هو الإيميل بتاعك أو الجيميل بمعنى صح. أول جزء ده وهو اسم المستخدم، وبعد كده بيجي علامة الإيه، وبعد كده اللي هي بتفصل بين الاسم والدومين. والدومين نفسه بيعرفنا اسم الدولة ونوعها سواء شركة أو جهة حكومية، وفي الآخر بيبقى موجود كود الدولة. تمام. نيجي بقى للبروتوكول وهو ده المهم.
بروتوكول SMTP ده بيبقى عبارة عن بروتوكول إرسال. افتكروا كده مثلا زي إنه ساعي بريد، هو ده اللي بياخد منك الرسالة وبيوصلها للسيرفر. بروتوكول BOP، وده قديم شوية. أقول لك ليه قديم ومفيش حد بيستخدمه كتير دلوقتي في الشركات. وهو اللي بياخد منك الإيميل اللي أنت بعته أو الرسالة، وبيوديها للسيرفر، وبعد كده بيوديها لجهازك ويمسحها من السيرفر. هي دلوقتي موجودة على جهازك بس. طيب هنا المشكلة لو اتمسحت من على جهازك، فهي مش موجودة خلاص، كده اتمسحت خالص، مش موجودة غير عند الشخص اللي أرسلها. تمام. فده طبعا مشكلة. نيجي بقى حلها ده، وده بروتوكول IMAP، وده الحديث واللي كله بيستخدمه دلوقتي. بيعمل ايه بقى؟ هو بيعمل مزامنة. شفت انت لما بيقولك اعمل حساب احتياطي، او ان انت تحفظ الصور على جوجل، على جوجل مثلا. هو ده اللي بيعمل جوجل فوتو. هو ده اللي بيعمل مزامنة ويخلي فيها نسخة على جهازك ونسخة على سيرفرات جوجل. فتقدر بقى ان انت تفتحها من على اللاب لو بنفس الحساب، من على الموبايل، من على موبايل تاني، من على اي مكان في الدنيا طالما انت معاك الحساب بتاع جوجل، عشان هي موجودة على على سيرفرات جوجل، مش على موبايلك الشخصي. نيجي بقى للجزء ده، واهم جزء انت تحفظه، فخده سكرين شوت وخليه عندك. ده البروتوكولات المهمة عندك. اهم حاجه IP والTCP وكل حاجه، والوظيفه بتاعتها الاساسيه، ومكانه هو موجود فين او بيعمل ايه بالظبط في الطبقات اللي احنا شرحناها دي. فاهم حاجه، لازم تحفظه كله وتركز عليه عشان هو بيركز عليه جدا في الامتحانات. دلوقتي جه بقى وقت الرياضه، بس قبل ما نحسب أي حاجة وقبل ما ندخل في القواعد والحل والتدريبات، أهم قاعدة عندك هي القاعدة دي: 1 بايت بيساوي 8 بيتس. الواحد بايت بيساوي 8 بتات، عشان دي هي الوحدات بتاع التحويل. البيتس هي بتاع السرعة، والبايت بتاع الحجم. يعني لو ما حولتش التحويلات دي في الأول وفهمتها كويس، فهتحسب الوحدات اللي هتطلع أو الناتج اللي هيطلع هيبقى غلط. عندك بقى القوانين: حجم البيانات بالبيتس بتساوي وقت النقل بالثواني في سرعة النقل. الحجم بيساوي السرعة في النقل. طيب الوقت بيساوي الحجم على السرعة. طيب السرعة بتساوي الحجم على الوقت. المثلث ده بيسهل عليك، لو هو طالب أي حاجة فأنت هتعرف تجيبها من المثلث ده. فأنت لازم ترسمه وتحفظه وتتدرب عليه كمان. وأي مسألة عندك أو أي قوانين في المنهج إن شاء الله هنرسمها على شكل مثلث عشان تسهل عليك أي مسألة. تالت حاجة كفاءة النقل، بتساوي السرعة الفعلية، اللي هي السرعة الفعلية يعني، بتساوي السرعة النظرية في نسبة الكفاءة. ممكن كمان تعملها مثلث، هتبقى سرعة الكفاءة هنا فوق مكان حجم البيانات، والسرعة النظرية هنا، ونسبة الكفاءة هنا. فأنت لو محتاج نسبة الكفاءة هتساوي السرعة الفعلية على السرعة النظرية. نيجي على أول مسألة، مستوى أول. خلينا بس ثانية أغير لون القلم. أول حاجة تفهمها، عندك حاجة اسمها كيلو بايت وجي ميجا بايت وجيجا بايت. الكيلو 1000، تمام. الميجا 1000 في 1000، تمام. الجيجا 1000 في 1000 في 1000. يعني لو قول الكيلو 1000، الميجا مليون، الجيجا مليار، تمام. كل واحدة ضعف اللي فوقيها، هو مش ضعف بالظبط بس تحفظها معايا. أنا عاوز أسهل عليك والله، عشان المسائل دي لازم تيجي في الامتحان كده كده جاية. خلينا على المثال ده. هنا بيقول لك احسب وقت نقل بيانات بحجم 20 ميجا بايت بسرعة 40 ميجا بايت لكل ثانية.
الكفاءة 100%. لو نرجع للقوانين، هو دلوقتي محتاج الوقت. زي ما قلت لك المثلث ده هيسهل عليك الوقت، يبقى حجم البيانات على سرعة النقل. نيجي هنا للمسألة، قبل أي حاجة لازم توحد، أو لازم تجيب الحجم بالبت والسرعة بالبايت. لازم عملت أي حاجة غير كده الناتج كده كده يطلع معاك غلط. فهنا عشان نحول، هنا 20 الحجم الأساسي، وقلنا الميجا 1000 في 1000 في 1000 في 1000. عشان تحول القانون الأساسي اللي أنا قلت لك عليه، التمانية هتضرب في تمانية، هيطلع معاك 160 مليون بت. نيجي للسرعة، 40 بإيه؟ بالميجا برضو، 1000 في 1000 فهيطلع عندك 40 مليون. فهتقسم الحجم على السرعة هيطلع معاك 4 ثواني بكل بساطة. طالما أنت حافظ القوانين وحافظ المثلث ده، فإن شاء الله هتجاوب صح. نيجي للمستوى التاني، اللي هو هتلاقيه أصعب شوية بس سهل جدا لو أنت حافظ زي ما قلنا المثلث. الكفاءة دلوقتي، يعني إيه الكفاءة؟ يعني إيه شغالة بكفاءة 80%؟ يعني الشبكة مش شغالة بكامل طاقتها. يعني لو جينا في المثال الأول يقول لك الكفاءة 100%، فهو ما طلبش الكفاءة لأنها مش هتأثر. لكن هنا الكفاءة 80 فهتأثر. فلازم نضرب السرعة في الكفاءة الأول عشان نحسب السرعة الفعلية. فالسرعة الفعلية هتطلع 80 ميجا ميجا بايت. تمام. أول حاجة هنحسبها توحيد، لازم نوحد ونجيب الوحدات الأساسية عشان نطلع الناتج صح. الحجم هو عطلك جيجا، فأنا قلت لك الجيجا بمليار على طول، في 8 مليار بتس. طب السرعة احنا جبناها 80، السرعة الفعلية 80 هو عطلنا بالميجا، فالميجا بمليون، يبقى 80 مليون. وهنطبق القانون زي ما قلنا، الوقت الحجم على السرعة يطلع لنا 100 ثانية. وهنا إن المسألة التالتة أو المستوى التالت طالب حاجة معكوسة. هو عاطلك الوقت بالدقايق، فأنت أول حاجة لازم تحوله بالسكند، بالثانية. بعد كده لازم تجيب الحجم، هتضربه وتحوله برضو بالبيتس، هيطلع لك 3 مليار و600 مليون بيتس. زي ما قلنا هو عطولك بالميجا، وعاوز أقصى حجم بالميجا برضو. يعني هيطلع لك ناتج بعد كده هتقسمه على 8 مليون عشان يطلع لك بالميجا، هيطلع لك 450 ميجا بايت. كل حاجة بسيطة، بس انت اهم حاجة تحفظ الجدول ده وتحفظ التحويلات اللي انا قلت لك عليها. وان شاء الله هسيب لك برضو في الوصف تحت ملف فيه التحويلات كلها وامثلة بسيطة، وهسيب لك برضو الكتاب بتاع الوزارة في الجزئية دي، او هسيب لك الكتاب كله، يعني الكتاب بتاع الوحدة كله ان شاء الله هسيبه لك في الوصف تحت. وكده الحمد لله قدرنا ان احنا نشرح كل الجزئيات بتاع الوحدة كلها اللي هي دي. خلصنا أول حاجة البنية التحتية، ورجعنا على العناوين، ورجعنا على البروتوكولز، ورجعنا على الطبقات والإيميل، وإزاي نفهم اليو ار ال، وآخر حاجة شرحناها الرياضة. فزي ما قلت لك القوانين وكل حاجة هتلاقيها موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو في الوصف. فما تنساش بقى إن أنت تشترك في القناة عشان إن شاء الله هشرح لك باقي الوحدات في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.